ما شاء الله لا قوه الا بالله. مستر زنجر اللي هو مصطفى ديشه عمل لي وليمه، يعني انا بجد انا عايز 4 5 ياكلوا الاكل اللي هو عمله ده. اديني جريسكو. بصوا بسم الله يعني ايه. بص يا درش، بص بسم الله. لا حلو قوي. دي اول حاجه الواحد يبدا بيها. طبعا الكريب هو مصطفى مشهور بيه هنا جدا يعني. صندوق الكريب اللي هو عمله لنا، واللقمه المقرمشه اللي هو بيقول لي انا بتميز باللقمه بتاعتي. دي اللقمه المقرمشه اللي بيتميز بيها مصطفى. هو عملوا لي زنجر وحط فيه سلامي كمان. بسم الله. ده يطلع من الورقه بتاعته ده. الله اكبر. تحيه ليه جدا. شوفوا شاب محترم واقف في مكان اكل عيشه وبيطلع اكل بالجوده والكواليتي ده. التيست بتاع الكريب ده رهيب. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقى دموعي فاكراك ارجع تاني اخواك. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقى دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيبي يا درش، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الراجل ده بعت لي على الفيسبوك، قال لي انا بعمل كريب وعايزك تيجي تصورني، جيت لك جري اهو. الف انا باشا ان شاء ما الله. بخلفش الأكل وعدي. يعجبك. لا نورتنا والله. بس ما شاء الله المكان شكله تحفه جدا. الله ربنا ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك. قول لي يا مصطفى بس عرف الناس بنفسك الاول. تعال نقرب بقى للكاميرا كده شويه، معلش اخدك من الشغل. لا براحتك. انا مصطفى من مصطفى منشية. ايه؟ مصطفى ديشه المشهور هنا عامه يعني. مصطفى ديشه، ايوه عشان اسم الشهره ديشه فهو مصطفى ديشه. ساكن في منشية جمال عبد الناصر. هي احنا كده منشيه ولا حمال البلد؟ ما بين المنشية وحمام البلد. ايوه عشان الناس تقرب بس، يعني انا بين المنشيه وبين حمال البلد. اللي هو شارع الرشاح يعني خلف معرض سلمان كليوباترا على طول. ما شاء الله المنيو فيه حاجات كتير قوي مصطفى. يعني انا شايف لما بصيت على المنيو بتاع مصطفى بسم الله ما شاء الله، في بيتزات ايطالي بقى كتير جدا باحجام كمان، السمول والميديوم واللارج، كريب الحادق وكريب الشوكولاته وكريب ميكسات. بص يعني ايه، وده في ورا كمان سندوتشات لحمه والسندوتشات السوري والسندوتشات فراخ والباستا والحواوشي وبسمتي. الله اكبر يعني. والرول يعني حتى بيعمل رولز فراخ اللي هي الشامي. بدات واحده واحده بقى، بدات بسندوتشات كان حواوشي وكبده وسجق وبتاع، وكان عندي شوايه. حلو. مره واحده لغيت بقى الشوايه ودخلت بقى الكريب والبيتزا، ان هو معظم الاكل بره كريب وبيتزا. انت اتعلمت فين بقى الشغلانه دي؟ انا اتعلمتها بره. ايوه ما هي بقى من الاساس بقى. بس انت شكلك صغير لسه. انا 26 سنه والله. مش انت اصلا خريج ايه؟ انا دبلوم تبريد تكييف. والله العظيم ده بعيد خالص عن الاكل، يعني ملوش علاقه بالاكل. عامه في مصر مفيش حد بيشتغل بشهادته. بشهادته صح. طب قول لي ماشي، احنا هندواك على كل حاجه. لا ما انا هدوق، ما انا جاي ادوق. بس كلمني على الاسعار بقى. يعني الكريب مثلا بيبدا من كام؟ يعني الكريب عندي مثلا بيبدا من 30 جنيه. انت اكيد حافظ المنيو اكتر مني. يعني بيبدا من 30. اللي هو بيبقى ايه؟ اللي هو بيبقى يا اما كريب خضار يا اما مشروم يا اما بطاطس. ده اولا ب 30 جنيه. بنخش بقى على البانيه المجمد، ده ب 33. تمام. الزنجر بقى والفريش، الحاجات الفريش كلها، الشاورما والبانيه والشيش، ده بيبقى ب 45 جنيه. والله لطيفه يعني، الاسعار محترمه يعني. انت ما غليتش الاسعار في ظل الزيادات هو دي بس يعني. الغلط يعني بس ان انا المنيو ده انا لسه بطبع منيو تاني، ان انا بتعدل فيه الاسعار. ان انا الاسعار طبعا كلها رفعت والفراخ كلها بقت غاليه قوي، فانا طبعا غليت 2 جنيه. المكرونات طبعا انت قلت لي الباستا الباستا طبعا انا جاي ادوقها دي بقى. انا جاي ادوق برضو الباستا بتاع، يعني قال لي انا بعملها مش هتاكلها في حته تاني بره زي دي. وتوابل البطاطس برضو، يعني دي حاجه برضو. توابل البطاطس. هندوق الاكل عند مصطفى واقول لكم رايي فيه ايه. يلا يا درش بقى متعنا بقى. حبيبي. ماشي.
طبعا اللي عايزه سبايسي يقول لي مصطفى، لان هو انا بحب الاكل سبايسي، فممكن واحد ما يحبش الاكل سبايسي فيقول له. بس هي السوا بتاعها وطعمها خطير. على فكره الاكل في المناطق الشعبيه ده ليه احساس تاني خالص وليه طعم تاني خالص. انت بتاكله وسط اهلك وناسك والناس. مستر زنجر ما شاء الله عليه، يعني شاب صغير بيعمل اكل ما شاء الله عليه، الله اكبر يعني. واحد بياكل عيش، فربنا يوفقه. مصطفى شهير معايا بالكفته. كفته يعني الكفته بتاعته حاجه لا يعلى عظمة. عليها الصراحه. زبون كل يوم يعتبر، يعني كل يوم يوميا هنا. يوميا. انت اصلا هتاكل ايه النهارده من عنده؟ كريب زنجر. كريب زنجر. زنجر دي للفراخ برضه الفراخ. حلو. والسوري برضه الشيش يعني يعني انت بتنوع يعني مش دي بس. بس اللي بفضله عشان بحب السبايسي، فبفضل دايما الزنجر من عنده. ازيك؟ الحمد لله كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي حمد. حمد. منين؟ من هنا. من المنشيه ولا حلوان البلد؟ لا من المنشية. من المنشيه. انت آه. بقى بتاكل عند مستر زنجر؟ ايوه. هتاكل ايه النهارده عنده؟ هاكل بيتزا بيتزا بايه؟ باللحمة. باللحمه. انت متعود تاكل عنده على طول؟ ايوه. ايه احلى حاجه عنده بقى غير البيتزا؟ كريب حلو؟ كريب عليه شوية كده كاتشب جامدين. يس. يعني اكل على ضمانتك النهارده؟ طبعا يا باشا. على ضمانة الراجل اهو. يلا نخش نجرب عند زنجر. هما المصري مصري طبعه واحد، اهل كرم واهل ضيافه، وتحيه لكل اهل مصر اللي احنا منهم. بس اللي عايز اقوله انه اي شاب بياكل لقمته بعرق جبينه ده تحيه ليه وشابوه، ارفع له القبعه بجد ان هو بيعمل الاكل ده. انا مش عارف اتكلم عليه لان هو بصراحه ابهرني. ما كنتش متوقع ان انا هاجي اكل الاكل بالحلاوه والطعامه والشياكه دي هنا، بس هو فاجئني وعمل لي الحاجات الجامده دي. ناخد بقى اللي انا اصلا مستنيه يطلع من بدري، الحواوشي الاسكندراني. وهو عامل فيه حاجه حلوه قوي. بص كده يا درش، هات هنا تحت كده، بص الجبنه اهي. يعني الراجل عامله اكنه انت بتاكل بيتزا وحواوشي في نفس الوقت. لازم تنزل تاكل لقمتك بعرق جبينك، هتحس والله بطعم اللقمه. قرب عليا بقى يا درش. لو عجبكم الفيديو في الاخر ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك.